لازم في أفلام الأكشن البطل يبقى شخصية جامدة أوي، زي جون ويك أو جيمس بوند، شخصيات ليها هيبة وبتطير في الجو وبتضرب 25 إنسان بكف واحد. بس بالنسبة لي الأفضل في عالم أفلام الأكشن هو إيثان هانت من سلسلة ميشن وده لكذا سبب، فتعالى معايا أقول لك ليه إيثان هانت واحد من أذكى الشخصيات في تاريخ أفلام الأكشن. القصة بتبدأ سنة 1996 لما بينزل فيلم ميشن امبوسيبل 1 اللي كان مميز جدًا وقتها بأكشن حلو وممثل وسيم وجامد زي توم كروز. الفيلم وقتها كانت ميزانيته 80 مليون دولار بس يحقق إيرادات عالمية تكسر ال450 مليون دولار عشان يتحول من مجرد فيلم عادي لبداية سلسلة، وهو فعلًا كبداية حلو جدًا بيعرفك العالم وشخصية إيثان هانت. بعدها ب4 سنين في سنة 2000 بالضبط ينزل فيلم ميشن امبوسيبل 2. الجزء ده لو عن النجاح التجاري هو نجح ونجح أكتر من الجزء الأول وكسر ال500 مليون دولار، بس كآراء ورأي الناس عن الفيلم ما عجبهمش خالص، وتقريبا ده أقل جزء أخد تقييم في السلسلة كلها، لأن الفيلم كان الشرير فيه عبيط مليان سلو موشن يقفلك من الفرجة عليه. بعد التقييمات القليلة الصناع يصبروا 6 سنين بحالهم عشان في سنة 2000 ينزل فيلم ميشن امبوسيبل 3. الفيلم ده كان أقل نجاح في شباك التذاكر ب 398 مليون دولار، بس هو كان أقوى من الاتنين اللي فاتوا بكتير، والفيلم كان بالنسبة للسلسلة طفرة وبداية جديدة للسلسلة. من بعده كل الأفلام اللي جاية حلوة جدًا، عشان في 2011 ينزل واحد من أحلى أجزاء السلسلة Mission Impossible Ghost Protocol، والجزء ده بيبين إن إيثان ممكن يعمل أي حاجة عشان ينجز المهمة اللي مطلوبة منه، زي إن هو يتسلق برج خليفة مثلًا. مين العبيط اللي هيتسلق برج خليفة؟ إيه؟ تسلقه بجد؟ ده مجنون. بعدها ب4 سنين ينزل الجزء الخامس ميشن امبوسيبل ريج نيشن اللي يحقق نجاح ضخم برقم قريب من الجزء اللي فات ويزيد من نجاح السلسله وتعلق الناس بيها وبالذات بشخصيه ايثان هانت. وبعدها ب3 سنين ينزل الجزء السادس واكتر جزء انا بحبه في السلسله ميشن امبوسيبل فول اوت اللي حقق اكتر من 780 مليون دولار، رقم مجنون. وبالمناسبه هو اعلى جزء في السلسله حقق ايرادات، وزي ما قلت لك هو اكتر جزء انا بحبه. في 2023 بقى ينزل الجزء السابع ميشن امبوسيبل ديد ريكنينج، ولكن في الجزء ده بيحصل حاجه غريبه وبيحقق ايرادات قليله بالنسبه للي فاتوا ب 571 مليون دولار، وده لسبب واضح ان كان قدامه في البوكس اوفيس باربي واوبنهايمر حرفيا كانوا مكتسحين السوق، واي فيلم كان بينزل قدامهم كان بيمضي شهاده وفاه. لكن ان الفيلم يحقق اكتر من نص مليار دولار ده برضه رقم كويس. ودلوقتي بيتعرض ميشن امبوسيبل ذا فاينل ريكنينج الجزء الاخير اللي محقق نجاح تجاري بس الاراء عليه مش احسن حاجه خالص وكله بيقول ان هو وحش. ده الجزء الوحيد اللي انا ما شفتوش في السلسله لحد دلوقتي فمش هقدر اقول لك رايي عنه. لو جينا نرتب بقى افلام السلسله من الاوحش للاحلى هيبقى في المركز السابع فيلم ميشن امبوسيبل 2. الفيلم ده يا جدعان وسط بوتنشال جدا لان الكور بتاع القصه والفيروس اللي هيحتل العالم ده كان حلو جدا، بس الفيلم اتنفذ باكتر طريقه سيئه ممكن يتنفذ بيها في التاريخ وفي المركز السادس هيبقى ميشن امبوسيبل 1 انترودكشن ورا اروع للسلسله وبيعرفك كل حاجه عن العالم وبيعرفك عن شخصيه ايثن اكتر. في المركز الخامس بترتيبه هو ميشن امبوسيبل ريج نيشن الجزء الخامس، جزء حلو جدا بس بالنسبه لي مش اكتر حاجه مقربه للقلب. في المركز الرابع ميشن امبوسيبل 3، من بعده زي ما قلت لك السلسله بتحلو جدا وهو نفسه جزء حلو وفيه احلى فيلن في السلسله. المركز الثالث ميشن امبوسيبل ديد ريكنينج، انا بحب الجزء ده جدا وشايف ان ده اكتر جزء كان فيه خطر تجاه ايثن والمهمه فعلا صعبه والخطر موجود في كل حته بس احنا مش شايفينه ولا كمان ايثن شايفه عشان خاطر هو الاي اي، وده بالنسبه لي واحد من احلى الافلام اللي اتكلمت عن الاي اي اللي انا شفتها. انما لو جينا للمركز الثاني فهو الجزء الرابع ميشن امبوسيبل جوست بروتوكول. الجزء ده حلو جدا، الخطر على ايثن مش من الشرير بس لا ده في جهه تانية عايزه تقبض عليه. مشاهد الاكشن في الفيلم ده المشاهد اللي كانت في روسيا او المشاهد اللي كانت في برج خليفه كانت ولا اروع، كمان ده اكتر جزء ظهر فيه واحده من شخصياتي المفضله في السلسله بنجي. المركز الاول بقى اكتر جزء انا بحبه في السلسله ميشن امبوسيبل فول اوت الجزء السادس، اكشن حلو جدا، الممثلين جامدين فشخ، توم كروز، هنري كافيل، كله كان حلو جدا. والجزء ده بيخلينا نطرح سؤال مهم، ليه هنري كافيل ما عندوش سلسله افلام اكشن خاصه بيه؟ ليه ما يبقاش هو جيمس بوند في المستقبل؟ بالنسبه لي السلسله دي سلسله عظيمه وايثان هانت شخصيه مميزه جدا بسبب اداء خالي وحبيبي توم كروز ليها اللي كان مميز جدا. السلسله دي خلتني اشوف ان مش لازم السينما تبقى افلام سرياليه معقده وافلام محنكه، لا احنا ممكن نعمل فيلم اكشن حلو وتبقى فعلا سينما كويسه. مش لازم عشان تبقى شخص بيتكلم عن السينما او بتحب السينما انك تبقى شايف افلام ما حدش شافها غيرك انت والمخرج وافلام معقده جدا، لا انت ممكن تشوف فيلم كويس، فيلم عادي، فيلم قشطه اي فيلم. بس كده انا خلصت اللي عندي، لو عندك راي تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات واعمل لايك وفولو وشير وبس كده.